بصوا بقى، يعملوا لها بشاميل، يحطوها في الفرن، يحشوها لحمة، يعملوها زي ما يعملوها، احنا كلنا اتعودنا وتربينا على الكوسة اللي بالصلصة الحمرا ديت المطبوخة اللي بنعملها يوم الجمعة او يوم الخميس في لمة العيلة. بس قبل ما نشوف الطريقة، لو مش متابعني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لو على اليوتيوب، وفولو على الفيسبوك لو انت متابعني هناك. اول حاجة بقى كده، احنا الفراخ بتاعتنا مش هنسلقها، احنا هنعمل فراخ مشوية، والتتبيلة دي كنت منزلاها على الصفحة قبل كده وموجودة، وبصراحة كانت خطيرة وكل اللي جربها شهد بيها. هنظبط بقى الكوسة بتاعتنا. الكوسة بتاعة الطبيخ بتبقى كوسة من اللي هي المحملة المليانة دي، مش الرفيعة الصغيرة بتاعة الحشو. هنجيبها نشطفها وبعد كده نعمل فيها بالمقوار خطوط كده، ده بتخلي الصلصة تشيل معانا فيها وتخلي الصلصة تعشق جواها كده وطعمها يبقى أحلى. الكوسة بتاعتي طبعا كبيرة، فأنا قسمتها نصين وخرطتها كده. الخرطة بتاعتك تكون تخينة شوية عشان الكوسة ما تتهريش منك في التسوية. هنشتغل بقى كل حاجة مع بعض. هنا حطيت طبعا الفراخ في الفرن، شغلت من فوق وتحت وسبتها في الفرن تتشوي براحتها. هنا بقى هنجيب حلة، هنعمل رز حباية وحباية. طبعا كل الناس الجميلة اللي اتربوا كده عليه عارفينه، وعارفين ان هو احلى من الرز بالشعرية 100 مرة. هنجيب الكوسة على حلة فيها حبة زيت وحبة سمنة، وهننزلها ونحط معاها بصلاية ونحط معاهم التوابل، وبعد كده ننزل بقرن فلفل كده عشان تبقى سبايسي، ونبتدي ان احنا نشوح فيها عشان تنزل كل المية اللي فيها، وكمان طعمها يبقى أحلى ونفسها يبقى حلو. الحركة دي حلوة جدا، وبصراحة بتخلي للكوسة المطبوخة يعني نكهة جميلة جدا. جربيها وبجد هتدعيلي. حطيت 3/4 كده مكعب مرق، لان انا هعملها بمية لان انا شويت الفراخ. وبعد كده هحط هنا الربع الصغنن ده على الرز، بيديله طعم حلو. وحطيت مع الرز فلفل اسود، وكمان حطيت ورقتين لوري. رجعت حطيت على الكوسة ضرس توم كده، بيديها برضو ريحة حلوة وهي بتتشوح. هتبتدي بقى تنزل كل المية اللي فيها، وهتبتدي بقى ان هي كده ايه بقى تاخد كده لسعة حلوة كده. وبعد كده نقوم نازلين عليها بالطماطم اللي احنا ضربينها في الخلاط. عايزة تضربي معاها قرن فلفل احمر او بنجراية عشان اللون يبقى حلو. البنجر اليومين دول حلو جدا وبيدي لون حلو للصلصة. كان بقى كمان الرز معانا اتفلفل وبقى احمر. زودنا كمان مية على الكوسة، مش كتير، ما تزوديش مية كتير للكوسة، يعني مقدار كوباية. انا هنا كنت عاملة كيلو كوسة. هنبتدي بقى ننزل بقى بالرز بعد طبعا ما الرز ما اتحمر. ده كان كيلو رز، حمرت ربعه والتلات ارباع الباقيين غسلتهم وهسويه عادي معاه كأنك بتعملي رز بشعرية بالظبط. بس ايه، هتحمري الرز بس خلي بالك وانت بتحمري تحمري على نار واطية، وتحمري بزيت وسمنة عشان ما تتحرقش منك وتملي الدنيا دخان. بعد كده بقى كانت الفراخ بتتشوي، ومفيش 40 دقيقة بالظبط وكان كل الأكل محطوط وبنتغدى. يعني أكلة لطيفة وظريفة. واستغلوا موسم الخضار اللي موجود دلوقتي، الشتاء معروف بالخضار بتاعه الجميل. غذوا أولادكم بالحاجات ديت. أنا بنتي ما كانتش بتحب الخضار خالص، بس لما بدأت أدخلها معايا وخليتها تعمل معايا الأكل بدأت تحب الموضوع. وكمان حببوا ولادكم في الأكل. أكل البيت أحلى بكتير جدا من الأكل اللي بره. هنا بقى هنوريكم بقى الفراخ. بصوا كانت دايبة دايبة. جربوا الفراخ، روحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعها، بجد كانت تتبيلة خطيرة، كانت عاملة كده ضجة على الفيسبوك. يلا بقى، سلام.